ركزوا بقى معايا يا دكاترة هنا ليه؟ عشان أحل معاكم أسئلة امتحانات السبت. الأسئلة بقى على الدرس اللي خدناه المرة اللي فاتت. ركزوا معايا بقى هنا. الأسئلة دي بتوضح لك ازاي نعرف نحل الأسئلة دي في الامتحانات. تمام؟ ماشي يا دكاترة عشان تعرفوا تحلوا كويس. بصوا هنا الرقم الموجود في خانة مئات الملايين، يعني الرقم الموجود في مئات الملايين. تعالى بقى نخش الأول على خانة ايه؟ الملايين. هنا الوحدات، الألوف، ملايين. طب بيقول لك وصلنا للملايين نقسمها آحاد، عشرات، مئات. يبقى الرقم اللي في خانة مئات الملايين فين؟ اللي هو رقم كام؟ 2. يبقى اهو مديلك هنا اهو كده، مديلك كام مثال؟ ادي 6 و5 4 2. يبقى رقم كام؟ 2. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نحدد القيمة المكانية للرقم. طيب بص، المليار هو أصغر عدد مكون من كام رقم؟ يعني أنا قلت لكم المثال اللي فات كان فيه 9 مليارات، دلوقتي كان فيه كام رقم؟ هل انتوا عدتوا؟ المليار قدامه كام رقم؟ ومعاه المليار مكون من عدد 10 أرقام. ليه؟ لو احنا قلنا دلوقتي اهو، لو قلنا المرة اللي فاتت كنت مديكم مثال اللي هو مثلا 2 مليار، او كان مديكم مثال 2 مليار. لو انتم متابعين الحلقات اللي فاتت شكلكم مش متابعينها، ارجعوا روحوا ذاكروا كويس. ادي الاتنين هنحط قدامها كام رقم عشان يوصل للمليار؟ ادي 1 2 3. نحط كام قدامها؟ كام صفر؟ هنحط قدامها 9 اصفار. قدامها 9 اصفار. يبقى احنا كده هنا بنحط 3 وادي 3 وفاصلة وادي 3 تانيين. يبقى عشان نطلع المليار كام رقم؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى هنا الاتنين دي كده طلعنا كام رقم؟ عدد 10 أعداد. يبقى ال10 أعداد دول كام؟ بكام؟ يبقى المليار هو أصغر عدد مكون من كام رقم؟ 10 أرقام. فهمتوا بقى ازاي نطلع المليار؟ لما يقولك مثلا ملايين، هيقول هو أصغر عدد مكون من كام؟ مكون من كام رقم؟ هتقول له 7 أرقام. شفت بقى ازاي نحدد الأرقام، الألوف أو الملايين أو المليار؟ طيب أهم حاجة تركزوا معايا يا دكاترة. طيب 6000 لسه كنت بشرحها في الدرس اللي فات. 6000 دلوقتي في الدرس ده هنا قلنا كام؟ عاوزينها كام؟ 100. يبقى هنعمل 6000 ده هنعمل فيها ايه؟ نيجي على طول تحتيها كده نقسم على 100. نيجي نقسم على 100. يبقى الصفر طار مع الصفر والصفر طار مع الصفر، يبقى يتفضل كام؟ 60. يبقى هنا هنكتب 60. يبقى 60 في 100 بكام؟ ب6000. ركزوا معايا يا دكاترة، وهتكونوا ما ذاكرتوش الحلقة اللي فاتت، شكلكم ما ذاكرتوش. روحوا راجعوها بقى، روحوا راجعوها عشان نقدر نكمل مع بعض الأمثلة دي. يلا. يبقى هنا 6000 لما يقول لك 100 يبقى هنقسمها على 100. يبقى هنقسمها على 100 يطلع بكام؟ ب60 100. طيب نخش بقى هنا هيقول لك كام؟ 10 أمثال العدد 852. يبقى هنعمل ايه؟ نيجي نضرب في 10 عشان جالك 10 أمثال العدد 852. يبقى 10 أمثاله كام؟ أهو جينا ضربنا 850. يبقى هنا الصفر نزل، وهنا 1 في 852 بكام؟ ب8520. فهمتوا بقى ازاي نحلها؟ يبقى هنقول 10 في 800 اهو 52 هيساوي كام؟ هيساوي 8520. فهمتوا بقى ازاي نحدد 10 أمثال العدد؟ تعالى بقى نشوف هنا الرقم 6. قيمة الرقم بيقولك هنا قيمة الرقم 6 في خانة مئات الألوف. طب هقولك بصوا بقى معايا، احنا دلوقتي عشان نطلع الوحدات لازم نحط كام رقم؟ 3 اصفار. يعني هبص هنا هنحط 1 2 3. ادي دي خانة احاد، عشرات، مئات. طيب اهو طلعنا هنا احاد، عشرات، مئات. طيب هنا بقى عاوزين نوصل لايه؟ لمئات الالوف. يعني احنا لسه في الوحدات. تعال نخش بقى على ايه؟
على الألوف، أدي أحاد، عشرات، مئات. يبقى احنا كده هنا وصلنا لكام؟ اهو بيقول لك الستة دي في مئات الألوف، يبقى الستة دي في مئات الألوف. فين مئات الألوف؟ أدي أحاد، عشرات، يبقى ستة هنا في مئات الألوف، يبقى نكتب رقم ستة عشان هو في خانة مئات الألوف. يبقى هنا في خانة الوحدات، وأدي أهو واحد اتنين تلاتة، أحاد، عشرات، مئات. خلاص نعمل فصل، نخش على خانة الألوف، أحاد، عشرات، مئات. هو بيقول لك الستة في خانة مئات الألوف، يبقى احنا هنحط الستة في الرقم بتاع خانة مئات الألوف. يبقى طلع معانا رقم كام؟ 600,000. يبقى هنا هنعمل ايه؟ نعلم على ايه؟ الإجابة بتاعت 600,000. فهمت بقى ازاي نطلع رقم في خانة مئات الألوف؟ شفت ازاي نحلها؟ فهمت ازاي؟ يعني ممكن يقول لك أمثلة تانية، يعني ممكن يجيب لك أمثلة تانية، مثلا يجيب لك أرقام مختلفة. هنا يقول لك مثلا 675 مش عارف كام وكام وكام، يقول لك 675، 666، و60,720. يجيب لك أرقام مختلفة، مش لازم يجيبها لك صفار. ركزوا معايا يا دكاترة عشان ممكن يلخبط لكم في الأسئلة. يعني مش لازم يجيبها لك كلها صفار، ممكن يجيب لك أرقام عادي، بس هو عاوز الستة رقم ستة يكون في مئات الألوف. يبقى أنت بتشوف رقم ستة فين في مئات الألوف، يعني هنا أحاد، عشرات، مئات، الوحدات. وبعد كده نخش على الألوف، أحاد، عشرات، مئات الألوف. يبقى هنا هو الوحيد اللي في مئات الألوف، باقي الأرقام كلها الستة مش موجودة في مئات الألوف. فهمتوا إزاي نطلع القيمة المكانية للرقم؟ ركزوا معايا يا دكاترة، تابعوا المحاضرات اللي فاتت عشان تفهموا ازاي. يبقى احنا كده طلعنا القيمة المكانية للرقم او قيمة الرقم في خانة مئات الألوف. فهمتوا ازاي بقى؟ طيب إذا كان عدد سكان إحدى الدول، شفت الأسئلة بقى في الامتحان بتيجي ازاي؟ 65,624,033 نسمة أو إنسان، يعني 75 مليون شخص عايشين في الدولة دي. طيب تعالوا بقى، بيقول لك عاوزين القيمة المكانية للرقم 7. طب هنا رقم 7 ده فين؟ أهو هنا في خانة، دقيقة واحدة يا